ثلاثيات النادي الاهلي مستمره بفوزه على جورماهيا واحتفاليه درع الاهلي ودرع الدوري المنظور الدوري ال 44. ميكالي مدربا او مديرا فنيا لنادي الزمالك. ايوه زي ما انت سمعت. واتجاه لتاجيل السوبر كمان بسبب ارتباطات مختلفه واحداث مختلفه. اهلا بكم في استوديو الكرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما تبتدي ما تنساش تصلي على خير الانام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وتدعمنا بلايك وتعمل شير للفيديو وتشترك في القناة لو انت مش مشترك عشان يوصلك كل جديد اول باول من استوديو الكرة. نبتدي باحتفالية النادي الأهلي وفوز النادي الأهلي اللي كسب بكل أريحية 3-0 على جورماهيا الكيني في لقاء العودة اللي كان بعديه الأهم اللي هو احتفالية تتويج النادي الأهلي المنتظرة المؤجلة اللي بقى لها فترة طويلة بسبب تأخر الدرع وتأخر كذا والترتيبات، وهنعمل احتفالية ما حصلتش. خلينا نتكلم عن الماتش الأول، ماتش النادي الأهلي اللي صراحة يعني الاداء السهل الجميل الممتنع البسيط اللي ادى بيه النادي الاهلي بكل اريحيه رغم التدخلات العنيفه والعنف المبالغ فيه من لعيبه جورماهيا الكيني اللي هم عارفين ان هم ما عندهمش اي امال قصاد النادي الاهلي، فاتجهوا للعنف في اكتر من كوره كانت ممكن تعمل ازمه ومشكله لبعض لعيبه النادي الاهلي، ولعيبه كلها محوريه ومهمه. لعيبه النادي الاهلي دون استثناء مهمه، امام وخلاف امام وسام واكرم، تدخلات قويه قوي وعنيفه قوي. الماتش ده اهم حاجه فيه هو الاداء الممتاز من يحيى عطيه الله اللي ما كانش في ادائه في اول مباراه في لقاء الذهاب اللي كان في كينيا باقوى اداء والناس قلقت منه شويه. يحيى عطيه الله 2 اسيست حكايه. يحيى عطيه الله بيبرهن ان هو خير خليفه لعلي معلول صراحه، رغم ان علي معلول في حته تانية طبعا عند جماهير النادي الاهلي وعند كل الناس من غير كلام، بس يحيى عطيه الله صراحه لعيب ممتاز، صفقه ممتازه، يعني بين نفسه واداؤه وستايله دفاعيا كويس وهجوميا كويس ولعيب تقيل وراكز، باك شمال محترم صراحه. نيجي بقى للاحتفاليه. اول ما الاحتفاليه خلصت بقى واستنينا الحدث الاكبر، يعني 3 قنوات بتغطي، يعني عمرها ما حصلت قبل كده في ماتش عوده في دوري ابطال افريقيا في الادوار التمهيديه تلاقي ابو ظبي الرياضيه واخده الحقوق، وعندك ام بي سي مصر 2 واخده الحقوق، وون سبورت واخده الحقوق. ما شاء الله 3 قنوات مستنيين الاحتفاليه الجباره اللي اتاجلت بقى لها. الاهلي مخلص الدوري بقى له قرن وحاسم الدوري بقى له قرن، وفي الاخر الشناوي بسم الله الرحمن الرحيم هوب الدرع اتقسم نصين. يلا اتسطرت، قال لك الشركه اللي عامله الدوري الانجليزي واللي عامله الدوري الالماني واللي عامله الدوري كذا وبتعملش الا كؤوس الفضه والذهب وشركه عالميه، والحمد لله النتيجه باينه. هو خد العين وراح، مش مهم، جت في الدرع وربنا يستر على النادي الاهلي. طيب تعالى بقى على الخبر المهم برضو التاني. ميكالي مديرا فنيا لنادي الزمالك. ازاي الكلام ده؟ الكلام ده مش طبيعي. طب تعالى اقول لك بقى ايه الطبيعي وايه الصح، والكلام ده طبيعي قوي والاتفاق ده شبه رسمي. ايه اللي حاصل؟ هتلاحظ ان جوميز واداره نادي الزمالك كل واحد يغني على ليلاه منفردا ووحيدا. الراجل نادي الزمالك ماشيه في صفقات وهو عايز صفقات. هم اتخضوا منه لانه طلب لعيب مهاجم في دوري الدرجه الثانيه السويسري، فقال لك لا اختياراته مش مظبوطه، فراحوا ابتدوا جابوا بنتايج، قال لك مش عايز بنتايج ومش هيلعب بيه، يعني بنتايج على الدكه ومش مقتنع بيه، مش هيلعب ببنتايج اصلا. تمام، يعني لعب عمر جابر باك شمال الماتش اللي فات اصلا وعادي جدا ما عندوش مشاكل، وعنده محمد حمدي الصفقه الجديده، وعنده فتوح راجع لغايه اما ازمته تخلص، فهو في المجمل مش هيلعب ببنتايج. فقال لهم شوفوا لكم صرفه فيه. طبعا الاداره مش مقتنعه لان الاداره حاطه حد فاصل لجوميز هو ماتش السوبر الافريقي مع النادي الاهلي اللي هو بنسبه كبيره على الورق والارقام هيخسر. اوكي، فتحسبا لده وتجهيزا لده هي بتتعاقد على اتجاه صفقات هي شايفاها بعيدا عن رؤيته كمدير فني، لان هي حاطه في حساباتها ان النتائج مش مبسوطه منها مع الاداء، ولو هو ما اداش او ما كسبش ماتش السوبر غالبا هيمشي. فبنسبه كبيره هم اتموا الاتفاق مع روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الاولمبي اللي هيكون بديل لجوميز بعد ما تخلص مباراه السوبر اللي هم متوقعين بنسبه كبيره ان النادي الاهلي هو اللي هيفوز بيها. فبالتالي روجيريو ميكالي هو المدير الفني لنادي الزمالك بالاحتماليه الاكبر على الورق. مش هنقلل بقدر نادي الزمالك ولا بلعبته ابدا المباراه في الملعب رغم الفوارق الفنيه ورغم الاستقرار الفني في النادي الاهلي ورغم كل حاجه بتقول هو النادي الاهلي الاقرب.
بس خلينا نقول النتيجه في الملعب ولا وعلى وعسى، جوميز نجح، جوميز مكمل، جوميز ما نجحش، ميكالي مكمل، والموضوع انتهى وحسم. طب ايه اتجاه بقى اتحاد الكوره لتاجيل السوبر؟ السوبر المصري هيتاجل بنسبه كبيره، والمشكله في ضيق الوقت ومشاكل كتيره في الترتيبات اللي هي اي كلام دايما، ومشاكل اللي حصلت في الفترات الاخيره، بعيدا عن موضوع الدوري الاستثنائي اللي خلاص هيترتب بدون مؤجلات وبدون تفاصيل، وهقول لكم برضو فكرته بشكل عام. ليه في اتجاه لتاجيل السوبر؟ اولا مباراه مصر ومنتخب مصر ومنتخب موريتانيا، مباراه العوده يوم 15 اكتوبر، المفروض ان السوبر يتلعب يوم 18. هل يعقل؟ اللعيبه هترجع امتى من انديتها؟ وعندك لعيبه اكيد من بيراميدز والزمالك وسيراميكا، وارد ممكن يبقى فيه لعيبه، وطبعا النادي الاهلي، فاللعيبه هترجع ازاي؟ مفيش. طب هنأجل، طب مفيش نفس، انت عندك 25 26 27 مباريات دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه، مفيش نفس. طب الاتجاه ايه؟ تتأجل لنهايه ديسمبر المقترح الاول. فدي اتجاه دلوقتي عشان التنسيق ما بين اتحاد الكوره والشركه المنظمه والراعيه في الامارات لتأجيل السوبر نظرا لضيق الوقت وعدم ترتيب الامور. الاتجاه رايح؟ رايح بنسبه كبيره. فبالتالي السوبر المصري شكله هيتأجل لنهايه ديسمبر بسبب ضغوطات، كل مفيش وقت والامور مضغوطه والكلام ده كله. انت عندك بدايه الدوري برضه هتبقى في نفس التوقيت وليله كبيره سعادتك. فنرجع تاني بقى لنظام الدوري الجديد. الدوري الجديد هيقام من دور واحد. في الدور الاول كل الفرق هيبقى بنظام النقط، 18 فريق هيلعبوا مع بعض. كل الفرق هتلعب بنظام النقط. الدوري ده هيطلع له ترتيب الدور الاول اللي هو من ماتش واحد، يعني الاهلي يلعب الزمالك مره، بيراميدز يلعب الاتحاد مره، وهكذا. الفرق هتلعب ماتش واحد مع بعض، فبالتالي كل الفرق هتلعب 17 ماتش من 18 فريق. طيب من الاول للتاسع هيلعبوا لوحدهم دور تاني مع بعض كمجموعه، ومن العاشر لل18 دون مجموعه. من الاول للتاسع هيلعبوا على اللقب الدوري واللي يتاهل للكونفدراليه ودوري الابطال والكلام ده كله. ومن عندك من العاشر لل18 هيلعبوا على مراكز الهبوط، وكده الدنيا تخلص. والاتجاه ان الدوري ده يخلص يوم 6/6. ليه 6/6؟ عشان النادي الاهلي 15/6 في كاس العالم للانديه، يبقى عنده مساحه كافيه ان هو يجهز دنيته بصفقاته الجديده لو هيبقى في تعاقدات بمعسكره للكاس العالم للانديه بالنظام الجديد 32 فريق زيه زي كاس العالم الكبير، لازم له معسكر وتحضيرات ودنيا، وهيتلعب في الولايات المتحده الامريكيه. فبالتالي بطوله قويه قوي، صعبه قوي، مهم تمثيل النادي فيها. النادي الاهلي بيمثل العرب، بيمثل افريقيا، بيمثل كل حاجه. يعني النادي الاهلي هو الامل الوحيد للقاره بالشرق الاوسط، قولا واحدا ان هو يتخطى دور المجموعات ويوصل لادوار متقدمه. طيب الدوري دوت على فكره في شركه المانيه هتنظمه، هي اللي هتبقى مسؤوله عنه بتفاصيله، هيعلن عن جدوله مره واحده بنظام واحد، وبالتالي بعد كده الامور تخلص وشكرا على كده، مفيش مؤجلات ولا في اي حاجه هنشوفها بعد كده. طيب اخر نقطه كاس مصر، النادي الاهلي طبعا اعتذر عنه، فبالتالي مش من حقه المشاركه فيه. فبالتالي دلوقتي في النادي الاهلي مش طالب اي حاجه وخلاص ملتزم بالغرامه وكل القرارات، بس في اتجاه من اتحاد الكوره ان نعمل استثناء للنادي الاهلي. النادي الاهلي مش عايز استثناء يا جماعه، لا هو هنعمل لك استثناء يا عم، مش عايزين النادي الاهلي هو عارف التفاصيل والشروط الرسميه والعقوبات وكل حاجه، انما في اتجاه للمجامله. طب ليه هتحسب على النادي الاهلي قدام الناس كلها ان انت بتجامله؟ والنادي الاهلي مش عايز يتجامل. ما تفهمش اتحاد الكوره عايز يعمل ايه ولا الوضع في ايه. يعني قال لك الكارت الذهبي اتعمل في السوبر عشان نادي الزمالك، طبعا النادي الزمالك برضه في قبل كده اما انسحب من الكاس بنفس الفكره بنفس التفاصيل، فبالتالي الكارت الذهبي عشان جماهيريه نادي الزمالك وان نادي جماهيري يتحط فاتعمل، فاكن دي في دي. يعني النادي الاهلي مش محتاج ديت، النادي الاهلي بنسبه كبيره هيكون بطل الدوري مستمر كالعاده، فبالتالي هيحق له المشاركه في السوبر، مش محتاج كاس مصر ولا هيدور عليه. في نهايه الحلقه اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل شير فضلا وليس امرا، ولو انت مش مشترك في القناه تشترك عشان يوصلك كل جديد. كنتم مع استوديو كوره، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.